بتحبيه وبتخافي من برّه تشتريه؟ من النهارده هتشوفي طريقتي هتبقوا محترفة وشاطرة فيه. في الملح كده غلّفيه وفي البطرمان كمان ارميه. وبسرعة يالّا تعالي نشوف مع بعض الفيديو وحُطّي لايك وتعالي نسمّي الله ونصلّي على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبسرعة نشوف مع بعض الفيديو كده عملنا السردين المملح بطريقة سهلة وبسيطة وكل المقادير والمكونات كلّها عندِك في المطبخ. هنجيب طبق كده ونضيف فيه حبّة من الملح، يعني قولي 5 معالق من الملح، 6 معالق، عليهم كمان معلقة من الكركم ومعلقة من البابريكا وكام فص كده من الحبهان، والحبهان تقدري تستبدليه بورق لورا أو ورق الغار، وكمان معلقة شطة. تعالوا بقى نرجع للسردين. السردين كيلو ونص من السردين شطفتهم شطفتين. طبعا أنا هنا ضفت كده الشطة وهنقلب كويس جدا جدا الملح كده بكل المكونات اللي معايا. وده البطرمان ناشف جدا مفهوش اي مية خالص. بعد ما نقلب كل التتبيلة الجبارة دي نضيف معلقتين كده في قاع البطرمان بتاعنا. تعالوا للسردين بعد ما شطفته شطفتين. طبعا لا بتفتحي بطنه ولا اي حاجة خالص غير بتشطفيه وتحطيه على مصفى وتسيبيه كده في مطبخك لمدة 4 ساعات 5 ساعات على حسب ما وقتك يسمح. وتجيبي فوطة بقى نضيفة أو مخصصاها طبعا للمطبخ وتنشفيه أو مناديل مطبخ تنشفيه، وبعد كده تبتدي تغلفيه بالتتبيلة اللي احنا عاملينها دي الجبارة دي. والحبهان كده حطيه برضو معاه بيديله نكهة طبعا وطعم تحفة. كل الناس اللي مجربة طبعا من ايديا السردين ودقته عايزة اقول لكم بيضحكوا بيه. بيبقى حلو جدا والله العظيم احسن من ما تشتريه من بره وبيطلع بايظ بيطلع لا قدر الله في حاجة. خليكي في الامان. والحاجات اللي هي زي دي بتحب النظافة وبتحب تعمليها كده في بيتك وشكله كده بس في المطبخ والله بيفتح النفس. طبعا انتوا عارفين ان السردين دلوقتي هو اوانه. الحقي يلا بسرعة هاتيه. بصوا جمال طبعا لو لقيتي البطن بتاعته طالعه لبره وكده ولا حاجه وانتي بتغلفيه بالملح عادي بتشيليها بالمنديل زي ما انتوا ما شفتوا. لكن تحت الميه وكده لا. ولازم عشان السردين ما يعملش عفن لا قدر الله منك او يضرب منك او يبوظ يكون كل حاجه بتستخدميها عندك ناشفه تماما. البطرمانات او ايديكي او اي حاجه. اتبعي كل اللي انا بقولك عليه. بصوا البطرمان كان عندي العلبة دي والبطرمان ده، فأنا فضلت البطرمان الصغير ده وهشيل العلبة. بصوا للأمان بجيب منديل كده وانشف كويس جدا البطرمان بتاعي عشان أضمن إن ما يكونش فيه أي مية خالص. برضو طبعا اللي اتبقوا هحطهم في البطرمان التاني. بغلفه بالملح بالشكل ده وبتبتدي بصوا نشفي كويس جدا كده السردين وتروحي مغلفاه تروحي رميها بقى في البطرمان. ومن فوق برضو حبة ملح من هنا وحبة ملح من هنا وخلاص على كده. الملح اللي هيتبقى معايا طبعا ده زيت بتبتدي تملي عليه البطرمان كده زيت من بتاع التموين عادي خالص. الملح اللي بيتبقى معايا بشيله عينه عندي في كيس لان انا بعمل المخللات السردين او الملوحة على طول عندي في البيت لان انا بحبها وطبعا بحب اعملها ما بحبش خالص اشتريها من بره. غطيه بقى كويس جدا كده وترجيه بالشكل ده عشان الزيت يوصل لكل مكان كده في السردين بتاعك. اهم حاجة تكون طبقة الزيت على الاخر عشان ما يدخلوش اي هوا خالص. طبعا هتسألوني هناكل منه بعد قد ايه؟ تاكلي منه بعد اسبوع او 10 ايام هيبقى معاكي زي الفل. وطبعا كل ما هتسيبيه يعتق هيبقى معاكي زي العسل. لايكات كتير. وعايزة اقول لكم شيروا الفيديو مع اصدقائكم وحبايبكم. سلام عليكم.